السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة مفسرة الرؤى نهال مجد. هتكلم النهاردة عن رمز مشهور جدا في الرؤى والأحلام، هو رمز القطط. القطط في المنام، هل الرمز ده محمود ولا لا؟ هل القطط علشان هي في الحقيقة من الطوافين والطوافات والأشكال الجميلة الرائعة اللطيفة دي بتكون في الرؤية حاجة حلوة ومبشرة ولا لا؟ عايزة أقول لحضرتك رؤى القطط مختلفة جدا جدا، تعتمد على حجم القطة، لو كانت كبيرة ولا صغيرة بتفرق، لو كانت القطة عندها اسنان وبتخوف وبتخربش ولا كانت لطيفة وهادية بتفرق، لو دخلت من باب الشقة وقعدت في البيت ولا دخلت غرفة النوم ولا انت طردتها بتفرق، لو كانت صغيرة قوي نونو كده ولا كانت كبيرة وحجمها كبير وتقيل برضو بتفرق. وبرضو بتفرق لو كانت ألوانها فاتحة من الفواتح والألوان المشمش المعروفة ولا كانت رمادي قوي أو سودة قوي، برضو بتفرق في المنام. رؤى كتيرة قوي مختلفة، تابعوني لحد آخر الحلقة لأنها حلقة مهمة جدا جدا عن تفسير القطط في الحلم. الأول يلا بينا نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في رأيي الشخصي إن القطة في الحلم في معظم الأحيان بتكون غير جيدة بصراحة. من خلال تجربتي في تفسير الأحلام، لا القطط مش حلوة، قليل قوي قوي لو جت حلوة. طب هي بتدل على إيه؟ ساعات كتير بتكون في رأيي الشخصي برضو بتدل على شيطان يا إما داخل البيت أو موجود أو كذا. أحيانا كمان تدل على شخصية معينة حضرتك أو حضرتك تعرفيها، وبيكون عليك التحذير من القطة دي في الحلم اللي هي رمز السيدة دي في المنام. في أغلب الأحيان بتكون سيدات، ما بتكونش رجاله، الا لو انت في الرؤيه بتقول قط او بتقول ده ظهر لي قط، انا عارف ان هو ذكر، خلاص ده هنا بيتفسر على ان هو رجل. وبناخد بقى تفسير المنام واحداث. مثلا اذا كان في قط بره على باب الشقه عايز يدخل من باب الشقه وانا عماله ازقه هو يقفل وهكذا، الرؤيه دي تدل على ان الشخص اللي هو بيحاول وبيعافر مع القط ده بيحاول ان هو يحصن نفسه، لان انا اقفل الباب معناها ان انا بقفل المنافذ بتاعتي او بحصن نفسي جيدا، بقول اذكار او بلجأ لله سبحانه وتعالى انه يحميني ويحفظني. لكن دخول القطة دي بيكون معناها محاولة دخول شيطان في حياتي واذيتي، فكون ان انا اتغلب عليها وابعدها عن البيت واقفل الباب يبقى انا قفلت الباب بتاعي فعلا، وربنا كفاني شر شيء معين كان ممكن يحدث. طيب لو القطة دي كانت دخلت معناها ان الشخص ده مش محصن نفسه كويس، ومعناها كمان ان هو كان عنده اصابة، ربما كان عنده اصابة بسحر او مس او حاجة زي كده، والحاجة دي بترد عليه تاني. ليه؟ لان هي طوافة، تروح وترجع، تلاقي القطه ايه ما تفضلش قاعده كده، راحه جايه راحه جايه، فمعناه ان حاجه راحت بس راجعه لك تاني. فابدا ان انا احصن نفسي كويس عشان ربنا ان شاء الله يحفظني وما تدخلش الاشياء دي في حياتي مره اخرى. والرؤى اللي بتيجي فيها القطه على اساس ان هي حاجه طوافه، يعني حاجه راحت وجت، بتيجي دايما في اللون المعتاد، عارفه اللون اللي هو المشمشي والالوان اللي هي زي الوان الشارع كده، تعرف ان دي حاجة بتروح وتيجي عليك. تمام. حاجة ما بتكونش جيدة. لو جت مثلا القطة دي كانت جعانة، لقيت قطة من قطط الشارع جعانة وانت مدخلها البيت تاكل، تعرف ان للأسف الشديد الرؤية دي مش حلوة خالص، لان هنا عندك مشكلة في الرزق، والقطة هنا دي شيطان جاي في الرزق. تمام. وحش جدا انها تيجي جعانه، يعني هي لو شبعانه في الحلم ده احسن في التأويل، لكن انها تيجي جعانه هنا فمعناها ان انت اولا بتخرج صدقه، معناها ان انت بتحصن نفسك كويس جدا، تبدا تقرا سوره البقره بحيث ان ربنا يرزقك البركه ويبعد عنك شر الشيطان، لان هي دخلت البيت. تمام. هتقولي انا بشغل سوره البقره كتير والاذكار وكده، لا هقول لحضرتك لازم تقرا منها قدر المستطاع، يعني اعملها ورد يومي او حاول ان انت تقرا فيها او تقراها مره يوميا، مهم جدا. لو شفت رؤيه ان القطه جعانه وبتاكلها في البيت مش حلو. لو شفت القطه بقى جت موجوده في البيت كده وراحت داخله عندي في اوضه النوم، وفي الاغلب هتلاقي ان اللي رأت الرؤيه دي كان معاها زوجها في الحلم، تعرف ان القطه هنا بقى جايه انها ست، مش جايه انها شيطانه، لكن الست دي بتقتحم حياتي الزوجيه، فدي طبعا احذر من صديقه مقربه، لان القطه حيوان اليف مألوف، فكون ان هي عايزه تدخل كده يبقى دي فيها واحده بقى انا يعني في ألفة كده بيني وبينها وفي محبه، وعماله بقى اقول بقى كلام اسرار البيوت وهي بتنتهز ده، بتقتحم حياتي الزوجيه. اخد بالي منها كويس جدا، مش هفسر اكتر من كده، اخد بالي من لساني، ما اقولش كل الحاجات وحصن كده بيتي وما اتكلمش عن حياتي الشخصيه كتير. طبعا هجوم القطط عليا في الحلم شيء غير محمود، سواء خربشه، سواء عضتني، سواء ان هي جايه بس بتخوفني وتسن لي اسنانها كده ومخالبها، كل الاشياء دي غير جيده. احيانا بيدل على ان في حد مقرب ليا جدا جدا
هيعمل لي أزمة أو مشكلة معينة تحزنني. أحيانا تدل على صديقة برضو يأتي من ناحيتها الشر أو حاجة مش كويسة خالص، والصديقة دي في الأغلب بتكون بتخش البيت راحة جاية عليا وكده. كمان أحيانا بتدل على إن الإصابة زي ما قلت من شيطان، في شيطان دلوقتي أنا معرضة أو معرض إن هو يقتحم عليا التحصين بتاعي تاني. لو هجم عليا وعضني القط في الحلم اعرف ان دي فعلا اصابه وحصلت، فانا باخد بالي جدا وبلتزم على قدر المستطاع بقراءه القران وبصوت عالي مسموع في اليوم بتاعي. باذن الله بيكون تحصين قوي جدا من الاشياء دي. ساعات القطط في الحلم بتكون بتدل على الزوجه، لان هي ايه القطه بتاعتك، فتيجي في الرؤيه تلاقي ان انت يعني الزوج بقى او كده تلاقيه عنده قطه وحاططها مثلا على ايده وعمال بيطبطب عليها وحنين عليها وكده، يعرف ان هو زوج كويس، وان الزوجه جت في الرؤيه على رمز انها قطه، ودي من الرؤى اللي بتكون جيده. لو جه واحد متزوج وجه قال لي انا عندي قطه في الرؤيه وكنت مربيها وبحبها وكده، وبعدين مثلا ضربتها او عنفتها او مثلا اتخانقت معاها او حصل اي مشكله في الحلم، فعلى طول بفهم ان الزوجه بتاعته في مشكله معينه معاها وبوصيه خيرا فيها، فهو ياخد باله من زوجته في الحالة دي. اوقات القطط بتدل اجتماعها في المكان على حدوث شيء ما، يعني مثلا لو شفت في البيت عندي البيت مليان قطط والقطط بتجري وبتلعب وكده، ممكن يكون معناها حدوث مناسبة معينة هتتجمع علشانها الناس عندي في البيت، وان شاء الله تكون مناسبة جيدة. البنات اللي هي لم تتزوج بعد وبتشوف قطط في المنام، خصوصا القطط السوداء سواء كانت صغيرة قوي او كبيرة او باحجام مختلفة كده في المنام، تعرف على طول انها محتاجة ترقي نفسها وتحصن نفسها وتحافظ على الصلاة، لان البنات يعني بيجي لها كتير موضوع يعني ايه حسد، والحسد ده يتحول لشيطان يفضل ملازم ليها، فتبدا تحلم بقطه والحلم ده يتكرر معاها، مره بتشيلها مره بتاكلها مره بتحميها مره مش عارفه ايه. فالرؤيه هنا معناها ان هي ملاصق ليها شيطان معين، محتاجين ان احنا نحافظ على الصلاه زي ما قلت ونحصن نفسنا، ما تقلقيش خالص خالص من الموضوع ده. الرؤيه بقى او القطط السوداء، ما يخص القطط السوداء ده لازم اعمل له ان شاء الله فيديو، لان رؤى القطط السوداء لا حصر لها، لكن برضو مش هخرجك من الفيديو من غير المعلومة دي. في الاغلب بتكون القطط السوداء شياطين، تمام، كتير قوي بتكون شيطان عين او حسد، كتير قوي قوي، وكتير كمان بتكون توابع لمس او سحر او كده، وده بيبان طبعا من الرؤى اللي ان شاء الله هقولها لكم في الفيديو بتاع القط الاسود. اللي بيشوف قطه سوداء في المنام يعرف ان في اصابه روحيه، يبقى لازم على طول ان انا احصن نفسي وابدا احافظ على الصلاه، ما اسيبش الصلاه بتاعتي، احافظ على صلاه الفجر في ميعادها، وابدا اقول الرقيه بتاعه العين والحسد او اقرا ما تيسر من القران بصوت مسموع، واقول اذكار الصباح والمساء، لان ده بيكون مهم جدا جدا. مش هطول عليكم الفيديو عن كده، شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.